اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا يا رب جميعا في أحسن حال. اللهم أمين. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة المنين اللي بنجيبه من الأفران، وهعمل معاكم القراقيش للمتابعة الجميلة اللي كانت طلبته مني. لما عملت الفيديو بتاع القرص، اعجبت بيه قوي وبعتت لي قالت لي لو سمحتي عاوزه القراقيش تعمليها لي وتكون ساده وبالعجوه. فقلت لها ان شاء الله هعملها لك في فيديو كده، ووفيت بوعدي معاها ان شاء الله وعملت اهوت. اللهم لك الحمد. بتمنى بقى كمان انها تكون شايفه الفيديو النهارده ان شاء الله كمان معانا. معايا اول حاجه كده، معايا 2 كيلو من الدقيق. ومعايا الإدام بتاعي. هعمل كوبايتين، الاتنين كيلو هياخدوا 3 كوبايات، الاتنين كيلو دقيق هياخدوا 3 كوبايات من الإدام. تمام كده. معايا كوبايتين من السمنة، عليهم كوباية من الزيت. ومعايا لبن حليب مغلي، مش لبن رايب. لا، اللبن بتاعي انا جبته من عند اللبان، غليته وسبته لما بقى فاتر كده، وهبتدي ان انا استخدمه. مش عايزة لبن رايب، لان اللبن الرايب هيخليها معايا طرية. اللبن الرايب بنستخدمه للقرص بس، انما القراقيش والمنين وكده لا، لبن حليب عشان تبقى مقرمشه وايه وناشفه كده، زي اللي بنجيبها من الافران بالظبط. معايا هنا كمان باكو من الخميره، على الكيلو الدقيق معلقه كبيره من الخميره. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا معلقتين كبار من السكر. ومعايا كمان معلقه كوبايه ميه دافيه. تمام كده. يبقى انا معايا الخميره دوبتها في معلقتين سكر ونص كوبايه ميه دافيه، وسبت الخميره معايا تتفاعل. ونزلت بقى هنا على الارض، علشان ده عجين، هنقعد بقى نعجن بقى، فلازم نبقى في الارض. معايا هنا برضو معلقه كده ممسوحه من البيكنج باودر، وربع معلقه من الملح. ومعايا معلقتين من اللبن البودره، ومعلقتين من السمسم. هبتدي ان انا اقلب كده براحتك، لو مش عايزه تضيفي سمسم جوه العجينه وتضيفيه على الوش من بره، تمام مفيش مشكله. انا عيالي بصراحه بيفضلوا بقى يشيلوه من على القرص او اي حاجه يعني بنجيبها او بعملها وبيبقى عليها سمسم من بره. عيالي بيفضلوا يشيلوه، فانا فضلت ان انا اضيفه جوه. لو عايزه تحطيه على الوش تمام، زي اللي بنجيبه من الفرن بالظبط يعني، تمام مفيش مشكله. ده متاح وده متاح يعني. وضفت كمان، بس الكاميرا ما جابتوش معايا، ريحة كحك. وانا بجيب الدقيق بقى كده من عند العطار، قلت له انا عاوزه ريحه كحك. كانت مخليه ريحتها اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. ومعايا هنا العجينه بقى هضيفها، وهضيف الإدام بتاعي. زي ما اتفقنا ان احنا ضفنا البيكنج باودر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ورشه الملح واللبن البودره في الاول كده مع الدقيق. بعد كده ابتديت ان انا انزل عليهم بالسمنه بتاعتي. غلفت الدقيق كله بالسمنه. لما بقى الدقيق مش باين بقى خالص معايا كده، هبتدي ان انا انزل باللبن بتاعي. اللبن زي ما اتفقنا ان هو لبن حليب مش لبن رايب، تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هشوف العجينه معايا سمكها في ايدك، انا مش عايزاها طريه اللي هي تبقى، اقولك لينه قوي يعني، مش عاوزاها لينه ومش عاوزاها ناشفه. فانت ملمس العجينه في ايدك يبقى متوسط كده معاكي، تمام كده. وعلى حسب الدقيق ما ياخد اللبن. انا مش هقولك مثلا انا ضفت كيلو لبن 2 كيلو لبن، لا، لان كل دقيق، كل نوع دقيق بيختلف عن التاني زي ما احنا عارفين. لكن الكيلو الدقيق ممكن ياخد معاكي من كوبايه لكوبايتين من اللبن، تمام كده. تمام. بقى خلاص انا عجنت العجينه وطلعت على الرخامه بتاعتي، عملت الملبن زي ما احنا شايفينه كده اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. معلقه من السمن البلدي وضفتها على الملبن بتاعي، وعجنته وشكلته بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. والعجوه نفس النظام برضو، حطيت عليها معلقه سمنه بلدي وربع معلقه من القرفه، و عجنتها برضو مع بعض كده، وسبتهم بقى في الاطباق زي ما احنا شايفينهم مع بعض كده. ابتديت ان انا اجيب حته قطعه من العجينه بتاعتي، واحط الملبن زي ما احنا كنا شايفين كده مع بعض، وابرمها لفتين اتنين بس عشان ما تبقاش تخينه. لفه والتانيه اروح قاطعه بالسكينه بتاعتي، واروح لفه العجينه كويس من الجنبين، بحيث ان هي الحشوه بتاعتي ما تخرجش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب اكون قادره افيدكم وتكون المعلومه واصلاكم. بصي بقى العجينه ما شاء الله اللهم بارك، ما هيش محتاجه ولا مردانه ولا نشابه ولا اي حاجه، هي بتتفرد معايا بكل سهوله. بصي زي ما احنا شايفين كده مع بعض، لفتين وبروح مقفله على العجينه كويس من تحت ومن الجناب.
وبديلها تبطيطه بس رقيقه كده خفيفه كده، لان انا بصراحه مش بحب سمكها يبقى تخين، لان هي لسه هترتفع معايا. يعني اللي بشوفها في الفرن اللي هي بتبقى سمكها تخين دي انا مش بحب السمك ده خالص. انا بحبها تبقى رقيقه، هي اسمها قراقيش حاجه كده ايه، بسيطه كده ورقيقه كده. فعلشان كده انا بديلها ايه البطه اللي انتوا شايفينها معايا تبطيطه بسيطه كده. انت عاوزاها نفس الشكل بتاع المخبز او بتاع الفرن اللي بنجيبه، ما تبططيهاش التبطيطه الاخيره بعد الحشو. تمام كده. هتروحي لفه وتروحي مقطعه على طول، هتديكي نفس الشكل ونفس السمك بتاع الفرن. لكن انا زي ما قلتلك مش حابه بصراحه السمك التخين ده. إيه، لا ما بحبوش. بحبها تبقى رقيقه كده وكأنها بسكوتة كده، ده يعني دي رغبتي انا. إيه او اكلنا احنا كده تمام. انت عاوزاها زي بتاع الفرن بالظبط. إيه هتعملي لفتين. اهو بصي هقولك ازاي. هتحطي مثلا الشكل ده كده لفة والتانية، وهتقطعي كده، وهتلمي العجينة من تحت، ايوه من هنا، بتلميها كده وبتلميها من الجناب، وبتروحي قلبة العجينة كده وتقطعي بقى على طول، ما تفرديش الفردة دي. لو انت عايزاها نفس شكل المخبز او الفرن اللي بنجيبه من بره. خلاص تمام، انا خلصت كمية الملبن معايا، ودخلت بقى على العجوة. بفرد العجينة برضو كده، وزي ما بفرد العجينة بفرد العجوة معايا بسمك يكون رقيق جدا، تبقى رقيقة خالص معاكي. تفردي العجوة معاكي لعند ما تبقى رقيقة خالص. هتبتدي ان انت تحطيها على العجينة، ونفس حجم العجينة نفس حجم العجوة. تمام كده. وتبتدي ان انت تلفيهم مع بعض. عايزة برضو لفتين وتقطعي تمام، عايزاه رول كامل على بعضه وتديله فردة تمام، وتقطعي بقى وهيطلع معاكي بالشكل ده. عاوزة تحطي السمسم بقى على الوش، هتبقى مثلا ربع كوباية من اللبن معاكي كده، عليها رشة من القهوة اللي هي سريعة الذوبان، اللي هو النسكافيه البلاك مثلا، او قهوة سريعة الذوبان، وبتروحي حاطة معلقة منه على ربع كوباية من اللبن، وبتبتدي ان انت تقلبيهم وبالفرشة، وتدهني الوش بتاع المنينايه كده او القرقوشه. وبتبتدي بعد ما بتدهنيها بالفرشه كده بتروحي حاطاها، بيبقى معاكي طبق فيه سمسم، وبتروحي حاطه المنينه كده في قلب ايه السمسم ده، لو انت عايزه تحطي السمسم على الوش. لكن انا زي ما قلت لك يعني عيالي مش بيفضلوا السمسم على الوش او حبه البركه او اي حاجه يعني فيها حاجات من الحاجات دي. عيالي لا مش بيرضوا ان هم ياكلوها يعني. فانا ضحكت عليهم وخبيته لهم جوه العجين. بسوي بقى العجينه بتاعتي كده بالسكينه، لو لقيتها مش متسويه بسويها، وكذلك العجوه بتاعتي برضو بسويها برضو بنفس الشكل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وهبتدي ان انا اقطع. هخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الشكل، وهسيبها. انا بقى نسيت اقول لكم في الاول ان انا ما بسيبش العجينه تخمر او ترتاح حتى دقيقه واحده. انا بمجرد ما بخلص عجينها ببتدي على طول في التشكيل. دي عملتها ساده لان حبيبتي كانت طالباها ساده، بس سامحيني احنا مش بنحب كلها ساده، بس هتعملها بنفس الشكل اللي احنا عاملينه مع بعض كده. انت بططت العجينه، فردتيها، ورحت بعملها تاني معاكي اهي. هتبتدي بقى ان انت تبرميها. دي هتبقى بالعجوه برضو بس بشكل تاني. بصي نفس شكل الملبن، هتقطعي العجوه صوابع كده وتبرميها بالشكل ده. دي طريقه تانية غير الفرد، يبقى معاكي الطريقه دي ودي اللي يريحك او السهل عليكي اتوكلي على الله واعمليه، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. انا لقيتها هتبقى تخينه فقلت لا تبقى اتنين بس. تمام كده. فنني بقى وابدعي بقى كده وتوكلي على الله، ويا رب كل حاجه تعمليها تطلع كده جميله من ايدك. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويوفقنا جميعا لكل عمل يحبه ويرضى عنا يا رب. اللهم امين. بالشكل ده خلصت بقى كل الكمية بتاعتي. بقولك بقى هنا هسيبها نص ساعة بحيث انها تختمر معايا والتقى حجم القرقوشة كده تضاعف معايا. هبتدي ان انا اسويها واخبزها بقى في الفرن زي ما احنا شايفين مع بعض كده. خلصت بقى كل الكمية اللهم بارك بالشكل ده. تمام. والنار بتاعتها على درجة حرارة 180، وشغلي لها بقى المروحة. ما عندكيش مروحة خلاص على نار هادية، وابتدي ان انت تعمليها. انا عملتها في فرن البوتاجاز، عملت شويه في فرن البوتاجاز وشويه في الفرن اللي في البرندة بره.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكانت النتيجة طالعة اللهم بارك مرضية جدًا وتحفة، وأتمنى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أم عمر عشان القناة تكبر بيكم، ودمتم في أمان الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله.